شركه زيتنا في دقيقنا. يا استاذ زيت ايه ودي ايه؟ هي شركه ولا CBC سفره؟ ايه ده ايه ده المجتمع ده؟ اديني بس فرصتي وانا اقول لك. اديني فرصه افتح المطوه. دي يا سيدي الشركه اللي شعارها احنا اسره مع بعضينا. أسرة مع بعضينا. دي شركه عيله بتحافظ على سلالتها الملكيه النادره، فيتجوزوا بعض ويشتغلوا بعض. دي أسرة واطية. لا قصدي يشتغلوا مع بعض، وتلاقيها متقسمه مين اللي بيحب جده اكتر، فاكتر واحد بيبقى المدير واقل واحد هو الاوفيس بوي. طبعا ماشيين بمبدا البيت بيت ابونا ومش هنجيب غرب لا يطردونا. الشركات دي بتتعمل عشان تحافظ على فلوس العيله. طبعا في فاميلي بيزنس ناجح جدا وبيدور بشكل احترافي، وطبعا في النوع التاني اللي بيختلفوا مع بعض في محكمه الاسره. طب حضرتك انا ايه موقفي في الليله دي؟ طالما انت سالت السؤال ده يبقى انت اكيد مش من العيله، وطالما طلعت انسان عادي زينا يبقى الموضوع في الفاميلي بيزنس محتاج منك كموظف حكمه في التعامل، لان العلاقات الانسانيه بتبقى مهمه قوي في الشركات دي، ودي حاجه في اوقات بتبقى ميزه قويه، واوقات طبعا بتبقى عيب لو في خلافات داخليه بين افراد الاسره. خلي بالك وازن في علاقاتك معاهم، لان دي كلمه السر. مش بس كلمه السر، ده نجاحك وبقائك في الشركه معتمد عليها، لان محدش بياكلها بالسهل.